طبعا مثل ما انتم شايفين اخوان الكرام، متواجد حاليا عند مختبر جودة العسل بالرياض. اليوم تاريخ 12 مارس 2023. عندي عينتين عسل سدر، كلاهما سدر ما شاء الله تبارك الله. عسل سدر يمني جدا جدا فاخر وسعره جدا مناسب بإذن الله تعالى، وعسل سدر باكستاني بعد طول انتظار وبعد معاناة مع المصادر المتعددة واللي ما كنت أثق فيها مسبقا. توصلت إلى مصدر جدا ثقة بعد مرور من التفاصيل الكثيرة والبحث والتحري، لله الحمد. طبعا كالعادة اخوان الكرام نصور لكم من داخل المختبر ونوافيكم اول باول. هذه عينتين راح نسلمهم المختبر باذن الله تعالى، نوعين من عسل السدر، وان شاء الله اول ما تظهر النتائج راح نوافيكم فيها لاحقا باذن الله تعالى. طبعا لله الحمد استلمت نتائج الفحوصات، وحاليا انا متواجد في البيت، رجعت من الرياض، وهذه هي نتيجة الفحوصات. حاليا وصلنا إلى 219 عينة تم فحصها لدى عسل الدياني، وهذا هو ملف الفحوصات مثل ما انتم شايفين. كل هذه فحوصات أعسال. طبعا لله الحمد العينة الأولى تم نجاحها في المختبر، اجتازت الفحص المخبري بأفضل ما يكون. مثل ما انتم شايفين نسبة السكروز فيها 2.8 لعسل السدر الفاخر إنتاج اليمن. والعينة الثانية إخوان الكرام لعسل السدر الباكستاني، كذلك ما شاء الله تبارك الله النتيجة جدا ممتازة، السكروز أقل من 1. عسل السدر الصافي الخالص. وهذا عسل السدر إخوان الكرام تعبت على توفيره طوال الفترة الماضية، تقريبا السنة الماضية، من أول ما انقطعت عن توفيره لكم إلين تطمنت من المصدر واطلعت على كل التفاصيل، وارتضيت اني اوفر لكم بافضل حالة ممكنة باذن الله تعالى. عليكم بألف صحة وعافية.